تاني يوم بابا راح خد كارد من البنك واشترك في النادي الاهلي. قال انا عايز حد يمشيكي. انا متعلقه قوي بوالدتي وبعيلتي عموما، فكان صعب قوي ان انا اصلا افكر في حته انا اسافر. بعد ما عملت العضويه كمان بالظبط يعني ابويا صارف العضوية راحت. مستحيل يعني. انت تحط نفسك انا احط نفسي فين؟ اجمد في واحد. احسن 6 ولا حتى في احسن 15. احنا النهارده معانا اول حلقه نسائيه. اول واحده تيجي معانا البودكاست، وطول ما احنا مكملين في الفول انا مبسوط قوي. انا ما عنديش مشكله، وبصيره زيك فانتوا لا تمام، النهارده حلقه تبقى جميله. عيشوا حياتكم. معانا النهارده سهيل وفيق. هاي ازيك يا سهيل؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ جيتي بسرعه، كنتي صايمه وجبناكي وانتي صايمه. مشوار ابن لذينه. اتس ماي بليجر. لا والله. كان سيزون صعب قوي السنه دي. دخلتوا بطولات كتير. انتهى مش احسن حاجه بان احنا خسرنا بطوله افريقيا، بس هو كان توتال سيزون 3 بطولات. يعني كده هنمسك سيزون واحده. بس انت شايف السيزون ازاي بالنسبه لك بانك جيتي في نص؟ بص انا السيزون بالنسبه لي ابتدى اوريدي في امريكا الاول في شهر 8. لعبت السيزون بتاعي كله بعد ما كنت عملت عمليه في كتفي في شهر 6. نزلت ملعب بعد شهر و27 يوم. نزلت سيزون هناك وخلصته وفنشته حلو جدا. وبعدين لما رجعت جالي حته ان انا اكمل في الاهلي او اكمل بره. اخدت قرار ان انا اكمل في الاهلي، اقعد جنب اهلي واخد حته بقى ان كفايه غربه شويه. نزلت الاهلي كانت مع حرفيا حته بقى ان في تنافس جامد قوي، ديربي اهلي وزمالك دي ما كنتش انا لسه عشتها. او كنت عشتها كده عشان كنت على طول مع الاهلي يعني، بس برضه ما كنتش عشتها قوي كده لما انا من ساعه ما الزمالك بقى فريق من كويس. ساعه الزمالك لما بقى ينافس. فلما دخلت بقى جوه فهمت حاجات كتير اكتر من ان انا ما كنتش عارفاها بقى غير كده. تمرينات وجد، وكابتن ابراهيم فخر الدين كمان جد مود بقى يعني، ما فيش دلع في اي حاجه خالص. بالنسبه للسيزون اللي احنا عملناه من وجهه نظر انا، انت واخد 3 بطولات من 4، انت عامل انجاز في اي نادي في العالم. انت توب يعني. اصلا انا مش هتضايق ان انت ما خدتش بطوله. بالنسبه للاهلي في مصر او بالنسبه عموما في مصر، خساره بطوله جوه النادي الاهلي دي كانك انت ما عملتش حاجه، وده احنا متعودين عليه واحنا صغيرين يعني، بالذات اعتقد انتوا الاثنين كمان عارفين الموضوع ده. فطبعا كلنا اتضايقنا وزعلنا ويمكن حزنانين لحد دلوقتي، بس خلاص الموضوع مش هقولك انه اتشال، بس ادى حافز للسيزون الجاي في حته تانية خالص. بس ممكن يكون موضوع الزعل ده جه علشان خاطر بطوله افريقيا وفي ارضنا والكلام ده، ومؤهله لاول كاس عالم انديه والكلام ده، فعشان كده تلاقي الزعل شويه كان زياده عليه. كان زياده سبيشالي ان انت داخل كسبان 3 بطولات نفس المنافس. فانت متضايق قوي ان على ارضك الجمهور جاي لك، مجلس اداره قاعد، انت تعبت موت عشان توصل اصلا للحته دي. احنا كمان حصلت لنا يعني حاجات جوه البطوله كانت صعبه قوي. كان في اصابه بصيره الاساسيه دعاء محمد، كان الاعتماد عليها بشكل كامل 100%. انا ما كانش الاعتماد عليا قوي. فجاه في نص نهائي سهيله بتلعب بعد ما هي جايه من اصابه في انكلها بقطع داخلي وقطع خارجي وشرخ في العظم. فاصلا ما كنتش خفيت يعني داخله البطوله عشان انا مش عايزه اسيب الفرقه ومش عايزه اسيب عايزه انافس وعايزه ما يتقالش عليا ان دي نازله اتصابت فما لعبتش. في حاجات كتير ريزنز كتير قوي في دماغي مخلياني لا اقول انا هلعب او انا هنزل. بس اصلا هل انا كان ينفع اعمل ده؟ definitely not. بس الماتش ده بالذات ان انت تلعب فرقه قبلها اسبوعين 3 كسبها في الدوري الى حد ما مرتاح، انت كنت حاسه بايه وانت نازله الماتش؟ انت كنت حاسه ان فرقه الزمالك اختلفت عن الدوري عن افريقيا؟ ايه اللي اختلف فيهم؟ ولا انتوا اللي كان الضغط عليكم اكتر؟ الاثنين هم اختلفوا 180 درجه بالنسبه لي. احنا قابلنا احسن صوره للزمالك في افريقيا، نفسيا معنويا جسديا. انا ضد فكره ان احنا كنا قبلها لاعبينهم قبلها باسبوعين، لان احنا لعبنا في نص في كاس مصر الشمس. بالنسبه لنا احنا كنا داخلين، مش هقولك احنا مرتاحين لان انت ما ينفعش ترتاح قوي للمنافس ستيل، بس انت كنت داخل ما عندكش الحته بتاع الديربي.
عندك نهائي كاس مصر بس ما عندكش نهائي ديربي. فكنت داخل شام نفسك شويه. قبلها بتقريبا اسبوعين او 3 انت اوريدي كنت خسران من الزمالك 3-0 في جيم 2 تاني ماتش في الدوري بالظبط. كانت وحشه، كانت خساره وحشه، بس الفرقه لمت نفسها وعرفنا اسبابنا فين ورجعنا تاني كسبناهم. فانت داخل الزمالك حاطط في دماغه قوي ان انا خسران كاس مصر، مدربي متشال، الناس دي واخده مني 3 بطولات لحد دلوقتي، فانا هعمل كل حاجه ممكن تقدر تتعمل هعملها، يعني هموت نفسي حرفيا. واحنا لحد الجيم الرابع كنا كسبانين 19-15 بس، او 19-14 كمان، بس هو ما كانش فيه نصيب يعني. بس عايز ارجع معاكي بقى من الاول لما رجعت. انت جيتي في شهر 1. مش بتحصل كتير في الفولي والباسكت ان حد يجي في شهر 1. الفوضات مشيت ازاي؟ الدنيا مشيت ازاي؟ مين كلمك؟ مجلس اداره كلمني، كذا حد من مجلس اداره، واتكلموا معايا ان انا انزل واكمل السيزون، وبما اني ان انا كده خلاص بقيت فري من امريكا واي جراديويتد وكل حاجه. اتكلمت معاهم ان انا كان جاي لي كذا حاجه بره، فقالوا لي لا، وافريقيا ومصر وكده. بس مش عايز اقطعك، بس الحدش من المدرب اتكلم يعني كابتن ابراهيم ما اتكلمش معاكي؟ الموضوع هقول لك الموضوع مشي بالظبط ان انا كنت في مصر. كابتن ابراهيم كان محتاج حد من اول السيزون، دي كانت دايما طلباته. انا عايز باسير من اول السيزون. حتى انا كان في يعني يمكن قبل ما كابتن عمري الله يرحمه يتوفى، انا حتى كنت لما بابا كان ماسك، انا كنت دايما بنزل على النهائيات علشان هي دي كانت ظروفي هناك في امريكا. بس يعني 4 سنين او 3 سنين من حياتي هناك انا كنت بنزلهم كل مره. I was responsible ان انا انزل طالما متسجله. وده كان بيبقى فيه اتفاقيات من اول نص السيزون، من اول شهر 12 او 1 كنت بنزل اتمرن. سهيله كده هتنزل امريكا في شهر 1 هتنزل بالظبط. فكنت برتب هناك مع دكاترتي وكباتني وكل الكلام، انا يوم كذا انا نازله، فهم ما لهمش دعوه في مصر انا بعمل ايه هناك يعني. المره دي انا من اول السيزون قلت لهم هل انتوا فعلا محتاجيني؟ علشان السنه اللي فاتت حصلت حته مريم مصطفى ان هي كانت متسجله اوريدي تحتنا عشان حته القضيه وحاجات زي كده، فانا ما عرفتش اتسجل. فما بقيتش عارفه طب هم محتاجيني السنه اللي بعدها لا. فكان في كلام بيني وبين كابتن عمري الله يرحمه، وكان ساعتها قبل ما كناش لسه عارفين مين هيمسك، ان قالوا لي هنشوف الكابتن الجديد هيبقى عايزك ولا لا. كابتن ابراهيم قال ما عنديش مشاكل، انا بس عايز بصيره من اول السيزون. ده ما كانش هينفع معايا لان انا لسه عندي سيزون كمان هناك وهتخرج في 12. فقلت له انا ممكن اجي بس من اول شهر 1 او من اول اخر 12 هبقى ما عنديش مشاكل ان انا هبقى مع حضرتك 5 شهور، بس I don't think ان انا هقدر اجي من اول السيزون اللي هو من 8. فساعتها كان اللي هو لا خلاص دي رؤيه مدرب وهو مش عاوز كده. رجعوا تاني كلموني يعني انت لحد شهر 12 خلاص مفيش الاهلي تخلص السيزون واجازه هطلع اوروبا. اوريدي كان جالي او تروحي جالك حاجه ثانيه. انا كنت اوريدي مضيت مع ايجنسي وكذا ايجنسي ان انا عايزه هخلص واطلع بره، وفعلا جالي كذا عرض وكنت خلاص هخلص الموضوع لولا ان انا كنت في النادي الاهلي. اندن لقيت مجلس اداره بيكلمني، اندن لقيت كابتن ابراهيم بيكلمني لا طب نقعد طب مش عارفه ايه. فقلت لهم انا ما عنديش مشكله بس انا عايز اسافر بره، يعني انا عايزه احترف. انا اوريدي كنت طالعه وكذا وكذا، واتكلمت بكل صراحه. الاحتراف مادياته احسن بكتير جدا جدا من ماديات مصر، بالذات في البنات. وانا ما اتغربتش كل ده علشان في الاخر هنزل اخد ايا كان المبلغ. انا ما تعبتش كل التعب اللي انا تعبته ده علشان هاخد مثلا اكس ايا كان ايه الحوار. فانا عايز اسافر، انا ما عنديش مشكله ان انا اقعد في مصر اخد المبلغ اللي بره ده اقعد بيه في مصر. ما حد كلنا بنحلم بكده. لو انتوا هتعملوا ده انا بيس، انتوا مش هتعملوا ده انا ما اعتقدش ان انا هقدر امضي 4 سنين عشان انا جايلي 1 2 3 ووريتهم يعني ساعتها. فكانت معاكي حاجات يعني اوفيشال مبعوث اوفيشال. هاويفر مثلا ممكن يكون كان الزمالك عارض اكس اضعاف، بس انا كان بالنسبه لي لا انا عايزه افضل في الاهلي، انا بيتي الاهلي، انا اتربيت في الاهلي، ايه اللي يخليني اخرج بره الاهلي في مصر يعني. فمضيت 6 شهور واوريدي. دي كانت حاجه اول مره تحصل. وانت اللي طلبتي كده؟ انا طلبت كده. وكانوا هم عادي في الاول ولا ما كانوا لا بص اكيد اتكلموا في حته 4 سنين مفيش شك،
مفيش شك ان هم اتكلموا يعني في 4 الموضوع سنين. خد وقت ان هم خد وقت شويه بس اتوافق عليها لان هم احترموا حته ان انا مش بايعه الاهلي. كان سهل قوي ان انا كنت اروح الزمالك، هم احترموا قوي الحته دي. وفي الزمالك كنت تمضي ال4 سنين وكان هيدوكي ما فيش مشكله المبلغ اللي كان او قريب من المبلغ اللي جاي لك في لا برضه انا الاحتراف. كنت همضي في الزمالك 6 شهور. 6 شهور بس. 6 شهور هم اسمه ايه ده بضعف مبلغ الاهلي. وبعدين يعني انا بالنسبه لي ايه اللي يخليني اخرج بره النادي الاهلي از لونج از ان انا كده كده مش هكمل في مصر. لان انا بالنسبه لي النادي الاهلي نادي انا اتربيت فيه، نادي انا اوريدي طلعت منه، نادي انا عشت فيه كل ذكرياتي، نادي ما عملش معايا اي حاجه وحشه، فانا ليه اخرج؟ يعني بالعكس انا دايما شاريه الاهلي، انا دايما كنت بنزل من بره وانا يعني عقد ناشئين وانا كنت كبيره في السن وكنت بنزل وبلعب في الفتره اللي كنت بتيجي فيها من امريكا كان عقدك مش ماديا مش حاجه اللي هي تخليكي تعملي كده. ناشئين درجه ثالثه كمان مش ناشئين حتى درجه اولى. فانا كان بالنسبه لي كل ده مش فارق معايا، كل اللي فارق معايا ان انا حابه قوي النادي، انا حابه قوي فرقتي، كنت بحب قوي كابتن حمدي. يعني الناس دي تعبت معايا قوي قبل ما بقيت سهيله. ف يعني انا بلعب وانا كلي من جوايا انا عايزه العب، بس مفيش اي حاجه من جوايا يعني ليها علاقه بحاجات تانية. اما كبرت شويه بقى ليها التزامات زي اي بنت اوريدي اعتمدت على نفسها، بقت اوريدي بتشتغل، بقى ده اوريدي بالنسبه لها مصدر دخل. فاعتقد انه من حقي ان انا يبقى از لونج از ان انا كمان عملت حاجات ما حدش عملها في مركزي، اعتقد ان من حقي ان اتقدر في حته الماديات يعني. فهو ده اللي انا اتكلمت فيه، والنادي الاهلي بصراحه ما اعترضش. وهم كانوا يعني مجلس الاداره كان كويس قوي معايا، النشاط الرياضي كان كويس قوي معايا، كابتن ابراهيم ما كانش معترض تماما، فما كانش في اي اعتراض من اي جهه تماما يعني. فالدنيا كانت كويسه. ومضيتي ونزلتي في شهر 12. ونزلت في شهر 12. ال6 شهور بقى على المستوى الجماعي انتي قلتي كان احنا 3 بطولات كسبنا 3 وخسرنا 1. على المستوى الفردي شايفاهم ازاي؟ هل ده كان طموحاتك لما رجعتي ولا الدنيا مشيتش زي ما انت عايزه بالظبط؟ وليه ما مشيتش لو هي مش بالظبط؟ ايه الاسباب؟ طموحي مع النادي الاهلي ان انا كنت اخد 4 دي ما فيهاش نقاش. انا كنت نازله اصلا ده الجول ان مفيش بطوله تعدي مننا، مفيش حاجه ان احنا هنفوت ماتش ولا هنفوت جيم. انا اصلا كمان منتلي ما بعرفش اعمل حاجه زي كده لوحدي سهيله، واللي اتعودت عليه يعني انا اوريدي طالعه من النادي الاهلي كده. في الاهلي بيعلموك كده من مفيش جيم اصلا يعني ايه تخسر جيم؟ انت بتخرج من ماتش 3-1 دي بتبقى كارثه مع انك كسبان. كان بيخصم لنا على الشوط كابتن حمدي كان بيخصم على الشوط؟ لا كانش بيخصم على الشوط لا. ايوه بس هم ما كانوش بيخسروا شوط غير في ماتش نهائي يعني، فعادي الشوط بيخسر وفي كاس بيعوضوا فالدنيا بتمشي بالظبط كده. وانا حتى يمكن نفس المنتاليتي دي طلعت بيها امريكا، فكانوا دي بالنسبه لهم هناك حاجه غريبه جدا طبعا. احنا هقول لك على حاجه، احنا الجامعه اللي انا كنت فيها ما كانتش كسبت الدوري بقى لها 100 سنه. اول سنه رحت فيها خدنا الدوري بعد 100 سنه. ده في اول سنه روحتي؟ اول سنه رحت خدنا الدوري بعد 100 سنه، فدي كانت بالنسبه لهم ضجه مش طبيعيه. وكسبنا كمان 15 كسبنا 19-17 في الجيم خامس. فبعد ما كانت الجامعه الثانيه دي بتاخدها مثلا بالميت 30 سنه ورا بعض، فاحنا كسرنا حاجز مش موجود. كانت الناس حتى منتلي اللي معايا مش مصدقين، وانا بالنسبه لي هو احنا مش هنخسر انتوا بتقولوا ايه؟ احنا ما بنخسرش عندنا في مصر. بس يعني هنخش لها كده حته امريكا دي من الاول خالص. بس حته انا بقى على المستوى الجامعي كنت متضايقه قوي، لان انا حسيت انا اول لما نزلت معاهم ما حسيتش ان انا على المستوى الفردي. على المستوى الفردي ما حسيتش ان انا استفادوا مني ان انا العب او كان انا اشارك نسبه اكبر في ماتشات مهمه. ما حسيتش ان انا يعني استفاد مني في الحته دي. ممكن يكون عشان كنت لسه راجعه، ممكن يكون كنت لسه الفرقه ما طبعتش، ممكن يكون حاجات كتير، ممكن يكون وجهه نظر مدرب، انا ما اعرفش. ما هو ده بقى اللي انا كنت عشان كده سالتك. انت طبيعي واحده جايه في نص سيزون، فاكيد انت جايه في نص سيزون المدرب عايز منك حاجه معينه. دي الحاجه الغريبه ان انا اللي بجيبه في نص السيزون ده اللي هو انا محتاجه جدا يعني. دي حاجه غريبه ما بتحصلش اصلا عاده في الاهلي، بالذات في مركز في الفولي في الفولي عامه في العاب الصالات وكده بالذات. وفي مركز الباسير ده اللي هو ده المفروض اللي هو لينك بكل الفرقه. فان انا اجيبه في نص بس هي الفكره ان دي حاجه يعني انا شايف من وجهه نظري يعني ان هي مش موجوده، لان انت اوريدي موجوده
مع الفرقه دي في الاربع سنين، فما فيش حاجه اختلفت قوي. هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه. انا اوريدي مع الفرقه دي يمكن، بس هو ممكن كابتن ابراهيم برضو ليه سيستم شويه مختلف بالزبط. عن بقيه المدربين في مصر. بس انت برضو جايه من امريكا اللي هم اوريدي المفروض السيستم ده موجود عندهم، اللي هو الكره السريعه شويه والكلام ده. بالظبط. بقول لك على حاجه، كابتن ابراهيم كان سببه ان انا عايزني اتمرن من الاول معاه ان هو كان عايز يحط سيستم الكره السريعه اصلا. حته ان هي اتسهلت في شهر واحد دي لان هو شاف فيديوهات اوريدي ان انت بتعملي كده، بعمل كده اوريدي بره. ويمكن كانت كورتي بتاعت امريكا اسرع 3-4 مرات من كره مصر. انا نزلت هنا كنت ببطئ رتم ايديا عليهم. بس احنا رتم البصرات عندنا يعني مش ثابت. كوره مش واحده غصب عن الضريب. انا مش عارفه ادخل على اني سرعه. احنا طول التمرين بنعمل سرعه، في الماتشات بنعمل سرعه تانية خالص. بتعلى عادي الكوره في الماتشات يعني كل واحد بيعمل اللي مريح بالظبط. مش عشان برضه هرجع اقول لك تاني، مش عشان حاجه، علشان كل بصير وليه سرعه. احنا كنا 4 بصرات، انا وشروق ومريم ثروت ودعاء محمد، واللي كان بيلعب ساعتها دعاء. فدعاء سرعه كورتها غير سرعه كورتي، فالناس غصب عنها متسيستمه عليها. يعني ده الطبيعي، انا هلعب على سيستم اللي بيلعب، فاهم الفكره؟ فانا لما كنت بنزل سرعه كورتي كانت عاليه عليهم، يعني انا ممكن اقول ان احنا ما خدناش وقت كفايه ان احنا نندمج قوي في الماتشات. بس بعدين حسيتي ان ده ممكن يتحسن شويه؟ حسيتي ان كنت ممكن تاخدي وقت اكتر عشان الحته دي تتحسن؟ اصل الحته دي ما بتتحسنش غير انك العب كتير طبعا. دي ما جاتش طبعا، ما جاتش كتير صراحه. طب انت كنت يعني اتكلمت مع الجهاز الفني في ال6 شهور في اللي انت قعدتيهم دول، في ايه اللي انا مطلوب مني ان انا اعمله، او ان انا اخد وقت مشاركه؟ عشان انا ما طبيعي انت مش جاي في نص الموسم علشان ما لعبش، يعني دي حاجات كلنا بنحسها يعني. صح. بص يعني بس هو ممكن النقاش معاهم صعب شويه. انا ما بحبش اتناقش كتير، وجهه نظر يعني. في الاخر في الاول وفي الاخر دي وجهه نظر، في الاول وجهه نظرك. في الاول في الاخر انا ما عنديش مشكله، بس احب افهم انا ليه مثلا ما بلعبش او ليه كده. الكلام اللي كان بيتداول ان هو مثلا مقتنع بسيستم لعب معين، مقتنع بطول معين، مثلا دعاء اطول مني بتاع. ده ما يقللش مني انا، فاهم قصدي؟ كل مدرب مقتنع بحاجه معينه، ممكن تكون هي برضو كانت بتأديله بتشغله ناس معينه هو كان عايزها مثلا في الملعب، فده عادي. دي وجهات نظر بتحصل ما بين كل مدربين العالم واحسن لعيبه في العالم. تعاملي مع كابتن ابراهيم يعني كان تعامل محترفين. ما كانش فيه اي غلط، ما كانش فيه اي حساسيات، ما كانش فيه. انا موجود في التمرين بتمرن جامد جدا في الماتشات. هو في الاول وفي الاخر ليك قرار الاول والاخير. بالظبط. لعبتي هتأدي، ما لعبتيش ما فيش مشكله، هتمرن تاني يوم. بالظبط. ما كانش فيه بالنسبه لي اي حاجه خالص. طبعا اكيد كنت بتضايق لان انا كنت حاسه ان انا طبيعي. بص، ما فيش لعيب ما بيلعبش بيبقى مبسوط اكيد. انا نازل عشان انا عايز العب، انا بموت نفسي في التمرين عشان انا عايز العب. ومعروف عني عموما ان انا بموت نفسي في التمرين بره وجوه، مش تمرين انا التمرين الفولي بالنسبه لي ده نتيجه اللي انا بعمله بره اصلا. ده من وجهه نظر سهيله. انا بتعب قوي 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 في فتنسي بره عشان جوه الملعب بقى اشوف ده. فانا كنت حاسه ان انا بعمل كل حاجه قوي وما كنتش لسه يعني شايفاه قوي. بس انا وجهه نظري يمكن ساعتها قلت علشان يمكن لسه ما طبعناش على بعض، علشان لسه الفرقه مش متعوده عليا، علشان برضو صعب قوي ان انت تيجي تدخل بصير حته واحده يلعب يعني. مع جانب بقى في عوامل تانية، في محترفه مثلا مرتاحه مع حد معين، في موضوع المحترفه ده حقيقي فعلا ان هي بترتاح مع حد معين وكان ليها دور في مين بيلعب وكده. في محترفين فعلا بترتاح. لا السنه اللي فاتت بغض النظر لا بس عشان الموضوع ده الناس كلمت بغض النظر. بص بصراحه ما اعرفش، بس ما فيش شك ان محترفتنا كانت بترتاح مع دعاء طبعا. يعني ودي حاجه على فكره ما تعبش حد، بالعكس يعني شاوت اوت فور يو ان هي ارتاحت معاك، يعني دي حاجه حلوه. حاجه حلوه اكيد. ليه بس احنا بدأنا متأخر قوي. في الاول بقى خالص، وانتي لما طلعتي في الاهلي طلعتي كان في دانا شروق، طلعتي صغيره. احكي لي بقى احنا عارفين ان احنا عكسنا الدنيا خلاص، بدأنا من الاخر بس الموضوع في الاخر مشيق. لو ممكن تبدأ من الاول خالص بقى، اصلا من وقت ما جت من الناشئين بقى اصلا حصلت ازاي بقى من بدري خالص؟ كابتن جمعة الله يرحمه الله يرحمه جابني. انا كنت في نادي النصر
وكسبنا بطوله وديه مع الاهلي. كان اول مره نادي النصر ياخد بطوله من الاهلي يعني، ده كان حوار ساعتها. فقال لي انا عايزك تيجي الاهلي. ده كان كام سنه تحت؟ 12 سنه. 12. قال لي عايزك تيجي الاهلي بصيره. فانا كان بالنسبه لي كنت ساعتها اصلا ضريبه بس صغير بقى يعني، يا دوبك كل حاجه. يا دوبك طولي ساعتها كان جايب السكه دي يعني. وانا كنت بعشق حاجه اسمها ضريبه وكده. فقلت له لا انا مش عايزه يعني، طفله يعني. وبعدين رحت هناك شفت اطوال وشفت ساعتها مهارات تانية خالص يعني. رحت تمرينه واحده موت مختلف قوي في المركز ده يعني. فقلت لا انا مش همشي يعني. بس انا اللي بعدها قال لي انا عايزك تيجي بصيره. جابني بصيره تحت. هو ما شافكيش ولا مره تلاقي بصيره؟ ولا مره. هو شاف صوابعي ان هي كويسه وانا عايزك بصيره. وافقت. رحت ساعتها بقى مع البصرات وفعلا حسيت ان انا صوابعي حلوه بس انا اصلا ما كنتش مقتنعه. رحت على 13 بصيره حاجه زي كده في 14 سنه وفضل يصفي ده انت حضرتي من الاول خالص بقى اللي هو اختبارات والفرقه بتبقى 30 واحد وبننزلها كنت بالظبط. وتصفت لحد ما بقت 3 بصرات او 4 بصرات حاجه كده. وبعدين كان كابتن جمعه لسه عايش وخدني من 14 سنه درجه اولى. اصلا قانونيا ما ينفعش. قال لي انت هتتمرني مع الدرجه الاولى لحد ما يبقى سنك 16 سنه واخدك 16 سنه تبقي بتلعبي اوريدي معايا فوق وتنزلي ماتشات بس و14 سنه تنزلي ماتشات بس برضه. المهم كابتن جمعه توفى بعد شهر وانا نزلت دكه 14 سنه. ما كنتيش بتلعبي اصلا؟ ما شمتهاش يعني خالص. انا I gained weight السيزن ده يمكن 14 15 كيلو من كتر الاسترس والضغط وعدم اللعب وعدم المشاركه وعدم تمرين كمان. طب وده كان بسبب ايه بقى؟ بس في السن الصغير ده معروف يعني بيبقى لا اسباب معروفه. كان في كباتن صعبه قوي موجوده يعني. كان في كمان طبعا في سنه شويه اللي هو دي ازاي 14 سنه وتلعب الفريق الاول. طبعا كان في الحته دي وانا ما كنتش فاهمه بقى الحته دي. انا بالنسبه لي واحده جايه اوريدي نادي الاهلي ده بالنسبه لي حاجه كبيره موت. مبسوطه جدا. انا بعشق حاجه اسمها لعب. انا اصلا يعني مش بخلي حاجه اي حاجه في حياتي فوق اللعب. اللعب اهم حاجه. تمريني فتنسي اكلي شربي نومي دول الاساس. بعدين اي حاجه بقى تانية تيجي. خروج مع اصحابي يجي. انا ممكن اقعد سنه ما اخرجش مع اصحابي عادي بس انا حياتي ماشيه. فاهم قصدي؟ مش برايورتايز يعني في حياتي. فكان دي كل حاجه بقى ساعتها في حياتي. فانا مش شايفه حاجه تانية. مش شايفه حاجه في الحياه غير ده. كل حاجه باظت. كل حاجه باظت. كل حاجه حرفيا. فقعدت السنه ديت وتحولت كمان تحقيق لمجلس اداره وكان حوار كده عشان سافرت اسكندريه من غير ما استاذن المدرب وكانت حاجات غريبه بتحصل يعني. وكان ساعتها كنت عضو رياضي. فاسهل حاجه يقطعوا البتاع والسلام بالظبط. ساعتها مالي الكابتن اللي كان معانا ده بدون ذكر اسامي يعني. انا خلاص. مين يا ابني الكابتن؟ لا انا اختك يا ابني كده. مستحيل. بدون ذكر اسامي. قال لي اسمه ايه ده انا مش عايزك في الفرقه. فطبعا انا وانتي متحوله مجلس اداره مجلس تحقيق حاجه كده تحت. بس خليها كل اللي يعني كل اللي بيتقال لهم كده هم صغيرين بيبقوا حاجه كبيره. بيوصلوا. والله بيوصلوا ما تفهمش ليه. طبعا هو قال لي الكلمه دي وانا عيطت انهيار. مش فاهمه حاجه اصلا يعني ايه تحولت التحقيق وانا هتسجن. فاهم؟ ده كل اللي في مخي يعني. تحقيق حقيقي. بالظبط. رحت لماما حكيت لها عياط. روحت البيت بابا قال لي مش هو هيمشيكي؟ فقلت انا امالي طيب. تاني يوم بابا راح خد كارد من البنك واشترك في النادي الاهلي. قال انا عايز حد يمشيكي. فده كان بقى عقبال ما هم اوريدي موضوع وصل لمجلس اداره كنا اوريدي احنا اشتركنا. ما كانش يقدر يمشيني. خلاص بقى انا عضو في النادي. يا نهار ابيض. بس والله ده بابا مضحي جدا يعني. لا مش رجعت لي غليت دلوقتي. لا ده بس هو لحق بس من ساعتها بقى ومحد يعني من ساعتها واحنا واخدين موضوع سيريس قوي في حته ان انا بلعب وان انا مهتميه بكل حاجه ليها علاقه باللعب يعني. وكملتي في الناشئين واول لما طلعتي كنت طالعه مع شروق ودان. مع كابتن حمدي. طلعت الفيرست تيم بقى. طلعت الفيرست تيم. كانت الكلام كانت انهي سيزون بقى؟ انهي سيزون بالظبط اللي هو سيزون 2016 سيزون 2016. انهي بطوله افريقيا؟ بعلمهم ببطولات افريقيا اللي خسروا فيها بطوله افريقيا في تونس. من اللي خسروا من الشمس السيمي فاينل. دي اللي طلعتي فيه ولا السنه اللي طلعتيه؟ يعني اول لما رجعوا من البطوله دي انا طلعت. ماشي. كان باقي لهم حاجه هنا لسه دوري او كاس؟ كان باقي لهم دوري وكاس نهائيات في اسكندريه.
بعد كده بعد البطوله دي كملتي؟ بعد البطوله دي انا بقى كملت، يعني انا سافرت معاهم على طول البطوله بتاعه النهائيات بتاعه الدوري والكاس. كان عندنا احنا نهائي تحت 18 سنه، كنت متصعده معاهم، وكنا اول مره نكسب الشمس بعد 6 سنين. كان في جيل ندى ونوره معوض. جيل ندى ونوره ما كانش بيخسر، كانتش بتحصل. هو الماتش ده كان بيبقى جامد عامه. لا يا ندى ونوره ما كانوش بيخسروا في الناشئين كده. لا والجيل ده كان بيبقى جامد برضه. كان بيبقى نفس الناس اللي بيلعبوا فريق اول هم بيلعبوا 18 بالظبط. كان كله بيبقى هو كأنه نهايه الدوري. الدرجه الاولى خسرت منها ندى ونوره. هم خسروا منهم افريقيا. هم نفس الفريق. وخلي بالك في الاهلي برضو كان بيبقى معظم البنات اللي بتلعب فوق هم اللي بيلعبوا في ال18 بالظبط. رجعوا هنا بقى بيلعبونا نهائي 18 سنه، كسبناهم 3-2. وطلعتي بقى بعد كده الفريق. انا سافرت مع كابتن حمدي درجه اولى من غير شنطه هدوم اليوم ده. يعني اليوم ده كان اوريدي في 3 من فرقتنا مسافرين، نور ياسين، مريم متولي، دانا. انا سافرت معاهم الرابعه وانا ما كانش معايا شنطه هدوم، ما كنتش عارف ان انا يعني بعد الماتش قال لك تعالي؟ بعد الماتش لقيت كابتن ايهاب واقف على الخط، مبروك مش عارفه ايه بتاع، بعد ما استلمنا ميداليات. اللي مسافرين نور ياسين، دانا، مريم متولي، سهيله وفيق. فانا قلت كده قال اسمي بالغلط، يعني ايه الهبل ده؟ مفيش كده، ده عايش شنطه هدوم اصلا ومش متصعده ولا اي حاجه. اهم حاجه الطقم اللعب بالظبط. بس انا سافرت بالشورت بجد والله. فكانت حركه لذيذه قوي بصراحه معايا. من ساعتها كملت درجه اولى. والكومبيتيشن بقى مع كسبتوا ساعتها الدوري والكاس ولا؟ كسبنا دوري وكاس. والكومبيتيشن بقى مع الشروق ودانا؟ بص كده كان في تشالنج مفيش شك، ويمكن كانت حاجه حلوه قوي في من وجهه نظر انا، ان انت بتتشالنج مع احسن ناس تعتبر كانت في مصر في الجيل ده. فطبعا استفدت وتعلمت كتير مفيش شك. يعني كان في تشالنج، كلمه تشالنج كانت كلمه قليله يعني. كل حاجه كانت حلوه. الشروق كل كورها كلها مظبوطه 99%. 1% لو خيشت منها سنتي، انما على طول كوره مظبوطه. فانت كنت بتتعامل بقى ان انت بتحاول تستفيد، تاخد خبره وتستفيد من صوابعها وكل حاجه. وكملتوا وكسبتوا البطولات. كان ايه اصعب بطوله بقى في البطولات افريقيا اللي كسبتوها بعد كده؟ انت طلعتي كسبتي 2 معاهم قبل ما تسافر امريكا؟ لا وانتي بترجعي اللي هي كانت كسبت واحده هنا وكسبت واحده لما سافرت امريكا. ايه احسن واحده بالنسبه لك، او ايه احسن ذكرى قبل ما تسافري امريكا؟ قبل ما اسافر امريكا او لما كنت بترجعي يعني؟ انا كنت برجع بطوله افريقيا اللي لعبتها 2022 معاهم في تونس. ما هنا دي عايزين نتكلم عليها، دي اللي اخدت فيها احسن باسير. البطوله دي معلمه قوي 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 معايا. انا فاكر انتوا لعبتوا كل الناس الجامده للاسف في النهائي. بص البطوله دي كانت صعبه من اول ماتش. مفيش ماتش جيم فيها كان سهل. كل الماتشات صعبه، واحنا المحترفه سافرت معانا من ضمن ال 12. اول ما رحنا هناك قال لك مش هتلعب. انا فاكر ساعتها كنت بكلم ابويا قال لي المحترفه هتلعب بروح. قالوا لي يا ابني هتلعب وما لعبتش في الاخر. لعب بطوله من غير محترفه. وبعدين انا اصلا لما كنت في فرنسا كنت واخد عامل حسابي اللي هو ان بطولات افريقيا دي المجموعات انا بغمض يعني بالظبط بتكسبها. ببص لقيت ماتش اول ماتش بيلعبوا بايب لاين 25 23 27 25. قلت له لا الموضوع خطر. بايب لاين ده كان فيه واحده ترانسجندر والله العظيم بتنط بصدرها على الشبكه يعني. الموضوع بجد يعني الموضوع بجد. وكانت على لفتي. كنا بنتكلم في الموضوع ده وما كانش مصدق. لحد لسه مش مصدق. لا ترانسجندر. وكانت كمان هي لعبتنا تحت 20 سنه افريقيا في منتخب مصر. لعبتنا ما كانتش الاكسبكتيشن خالص ان احنا نلاقيها مع الكبار. يعني هي مش كويسه قوي. هي كل احسن حاجه فيه يعني مهاريا مش موجوده، بس هي قويه جدا، بتنط بصدرها على الشبكه، بلوكها حلو جدا. فانت يعني بتتعامل مع قوه ضاربه زي الولاد بالظبط. انت فجاه بتلاقي دي فوق والكره في التلت، فانت مش عارف تعمل ايه يعني، مش عارف حتى توقفها ازاي يعني. حتى هي بتلعب مركز ايه بقى؟ 4. لا والله. في اي كوره عللها الكوره بس وهي تطلع من فوق البلوك. وانتوا كنتوا عارفين وانتوا عاملين محاضره بتاع؟ طبعا كابتن حمدي كان عامل محاضره عليها، بس برضو يعني. طب بيحصلش اعتراضات؟ ما حدش حاول يعترض؟ اعترض بقى، شوف بقى امتى تاخد قرار يعني. بس الموضوع مختلف. هو الانسان يا ابني يا ابني لا قانونيا ما ينفعش يا حبيبي. عايز اقول لك ان هي كانت اي راجل بقى يتحول ست واروح انا اخد عقد ب10 مليون دولار هكسب اي حد. صح. ما انا لو لعبت على شباب احنا في قاره افريقيا الكلام ده ما بيمشيش. هو احنا بقى عشان ما بنجيبش الاوراق من الاول. فاهم؟ ما بنجيبش الاوراق من الاول بس ما بنتابعش يعني. لا
كان صعب صراحه. هي احنا يعني كنا عاملين محاضره عليها، وبعدين مش هي بس، ده في موكوتو وفي كوتو ومعرفش ايه تاني اسمائهم غريبه جدا، بس ناس بجد بقى لها اصلا، الناس دي كانت كبيره قوي في السن 30 سنه بتقول لك بتلعب هي وبنتها، فدي كارثه اصلا. وكويسين قوي وبيجمعوا من جوه وبعدين يطلعوا بره. فانت كان في فرقتين هناك، فرقه البايب لاين وفرقه الكي سي بي. كي سي بي دول كانوا مجمعين احسن ناس عندهم هناك في كل فرقه منتخب. يعني احنا رايحين نلعب فرقه منتخب. كانت في اللي هي ساعتها مش فاكره اسمها ايه اللي خدت MVP، هما دايما شارون دي ضربت في ماتشنا 40 كوره، جابت 40 بوينت في الفاينل. لا الكوره في التلت. انت لو جامد قوي بقى خش. يعني احنا اصلا نهله خدت الكوره في صدرها وطارت وانا خدت الكوره في راسي، ومش فاكره مين خد كوره تاني في كتفه. لا الموضوع كان مميت، ما حدش كان عارف يوقفها. احنا خسرنا الماتش ده بسبب ان احنا ما كانش حد عارف يوقفها، انما غير كده كل حاجه عاديه. وبعدين برضو حاجه من الحاجات اللي يقولك يعني فعلا ربنا ما كانش رايد، احنا الماتش ده كنا 20-15 في الجيم الرابع لينا. فاللي هو انت يعني خلاص انت تكسب. واضح ان عندهم مشكله دايما كل نهائي افريقيا 20-14 تخش تضيع تشانس حاجات بقى. كنا يعني فاهم هو ربنا مش رايد بعد ما كنا عملنا كل حاجه، مع ان هي الناحيه الثانيه شارون دي ما حدش عارف يوقفها، فما عرفناش. انما احنا طول البطوله والله العظيم البطوله دي لو كانت متصوره يعني دي احلى ممكن تكون بطوله اتلعبت بالنسبه لسيدات مصر. ومن غير محترف. ومن غير محترف. احنا اقسم بالله ربعات بتوعنا عملوا شويه حاجات والله يعني شاوت اوت ليهم اقسم بالله. لا لعبوا لعب تحفه كلهم دعاء الغباشي، ساره امين، نهله سامح، زينة العالمي، كلهم لعبوا حلو. بالنسبه ان انت بتلعب من غير حد تاني جنبك دايس معاك، يعني اللي هو يرد على البنت بتاعته، يرد عليها بالظبط. قوه يعني انت بتلعب مع ولد، شارون دي بتلعب مع ولد، وترانسجندر دي بتلعب مع ولد، فانت مستني ايه؟ وساعه البطوله دي كان موضوع البنات ده اتفتح اللي مشي ولا ما كانش لسه؟ اتفتح شويه. اثر في لا. البطوله من وجهه نظري لا. اثر ما بينكم؟ من وجهه نظري برضو لا. يعني بص البطوله دي الناس كلها كانت عايزه تكسب. يعني من وجهه نظري هم حتى بالنسبه لهم اللي مشوا عايزين يعني يثبتوا ان هم لغايه اخر لحظه موجودين. بالظبط. احنا ما قصرناش في حاجه، ما قصرناش في حاجه، واحنا خدنا بطوله افريقيا وبعدين هتتكتب في اسمهم. فما اعتقدش انه حد فيهم يعني كان لا انا مش قصدي ان حد فيهم قصر. ما بين الفرقه ونفسها، ما بين ان انت رايحه الزمالك انت ماشيه الكلام ما بقاش يتفتح. لا ممكن اقول لك على حاجه، احنا فرقتنا كانت متماسكه جدا 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 لحد من سنه جدا، فما اعتقدش ابدا كان يعني حاجه زي كده اثرت بينا. بالعكس لا نهله كانت لما الموضوع قوي يعني قوي بصراحه. وبعد ما بطلت حسيتي ان لما رجعتي بقى السنه دي من غير نهله حسيتي ان في اختلاف؟ طبعا مفيش شك ان مفيش اختلاف. يعني نهله وجودها في الفرقه مديك طمأنينه، مديك ان مفيش حوارات، مديك كل حاجه بصراحه. بغض النظر عن وجودها في الملعب بيديك نفس الاحساس، بس قصدي وجودها عموما مدي ده مفيش. ايه الاختلافات اللي حصلت؟ يعني مثلا الاختلاف لما سافرتي ولما رجعتي بالذات بعد موضوع الاربع بنات ده، دخول السوشيال ميديا ودخول الناس بقى تتكلم ودخول الفلوس الكتير قوي دي، حسيتي ايه الاختلافات اللي حصلت؟ اللي انت كتير ايه ما بتقول لك بعيد؟ لا بس بالنسبه اللي كانوا بالنسبه اللي كانوا بياخدوه يعني من 100 200 ل 800 900 أيوة. يعني. بص هي الفكره بتاعت الفلوس لما اتعملت مفيش شك ان نادي الزمالك كان عايز ساعتها يعمل فرقه، مفيش شك في ده. هو دي الحاجه الوحيده اللي هيعرف يخلي الناس تيجي بالظبط. الحاجه الوحيده ان انا كل الناس دي عندها يعني عندها التزامات ومسؤوليات وتعبوا قوي. هم اختاروا كده، انا ما اقدرش اقول ان هم يعني ما اقدرش الوم عليهم في حاجه، كل واحد يتحمل نتيجه اختياره. هو الفرق كبير فعلا صح؟ الفرق كبير يعني ما بين اللي هم كان معروض عليهم واللي هم خدوه لما راحوا. ناس وناس في فرق ناس وناس طبعا. بس يعني انا بقول لك ساعتها الجاب اللي حصلت في حته الماديات دي حصلت عشان انا عايز اخلق منافس للنادي الاهلي. بس المنافسه دي عامه في الاخر يعني رجعت بالفايده على اللعيبه وعلى المنتخب. انا شايفه ان هي رجعت بالفايده جدا على الدوري المصري بغض النظر بقى عن ارقام والمشاهدات، والمنتخب مصر بقى اقوى طبعا بقينا اقوى، بقت ناس خدت فرصه اكتر في الاهلي وفي الزمالك، وفي ناس ظهرت وما كانش بتلعب، وفي الدوري عموما بقى يعني الدوري كله دلوقتي بقى بينافس. خلت كله يعني خلت كله كمان بقى يطمح ان بقى في فلوس وبقى في
في حاجات فانا اشتغل على نفسي عشان بالظبط. بس خلقت منافسه، ما بقاش حته ان انا داخل اوريدي كسبان. احنا قعدنا كتير قوي داخلين ما فيش الا ماتش ولا حاجه هو اللي انت داخل مقلق منه شويه لحد يمكن الاخر خالص لما الصيد عمل فرقه تحفه كان فيها ايه النادي زينه، ليلى فريد، داليا مرشدي، ندى مرجان، هنا مش عايزه انسى. ده الماتش اللي هو كاس 3-2 مريم مصطفى راحت لهم. فكانت فرقه، كانت عملوا فرقه حرفيا مع كابتن احمد فتحي برضه. بصراحه بيعمل فرقه كويسه. هو كابتن احمد فتحي بيعرف يتعامل قوي معاهم يعني، فهو مدرب كويس صراحه. فعشان كده انا كنت بقول ان الزمالك احنا لعبناهم باحسن صوره ليهم، ان مفيش شك ان هم استعادوا الذكريات بتاعت السنه اللي فاتت، ان انا كسبت كاس مصر مع كابتن احمد فتحي، دي اول وكسب افريقيا كمان، وكسب افريقيا. فدي اول حاجه مع تغيير المدرب انا افتكرتها، ان انا كسبت كاس مصر وكسبت افريقيا، معنوياتي اترفعت لوحدها من غير اي حاجه، لسه ما اشتغلتش. فدي كانت وجهه نظري يعني، ان احنا لعبناهم باحسن صوره ليهم يعني. طب وطلعت امريكا دي بقى سافرتي بس من الاول خالص بقى يعني ازاي جت في دماغك؟ هم اللي تواصلوا معاك، انت اللي حاولت تدوري لان ما كانش الموضوع ده منتشر برضو قوي، بس بقى كتير في الفتره الاخيره ناس بتطلع تدرس وتلعب في نفس الوقت. هقولك يعني انا فاكر بدون مقاطعه ليكي، انا فاكر ان احنا كنا انا ويوسف كنا في بطوله العالم في البحرين، وكنا ساعتها لسه مخلصين ثانويه عامه، كانت 2016 تقريبا، ولعبنا مع امريكا. كسبنا امريكا 3-1، وجي المدرب بتاعهم بعد الماتش كانوا قاعدين معانا في الفندق، قال لنا يو تو يو ماست بلاي ان ذا ستيتس وبتاع. بريء في اللغه الانجليزيه. الله عليك. بس كانت ساعتها يعني ما فيش حد بيعمل ده قوي، بالذات في الفولي، اللي هو كنا احنا كمان لما رجعنا طلعنا فريق اول، عملنا عقود اللي هو هسيب ده وهروح العب في جامعه، وايه اللي بيحصل هناك وبتاع. بس دلوقتي طبعا بقى الموضوع منتشر اكتر وفي منافسه قويه دلوقتي هناك، وبيحاولوا بيعملوا دوري والدنيا بقت احسن يعني. فقول لنا بقى من الاول. هحكي لك. بص انا عمري ما فكرت ان انا اسيب مصر. انا متعلقه قوي بوالدتي وبعيلتي عموما، فكان صعب قوي ان انا اصلا افكر في حته ان انا اسافر. بعد ما عملت العضويه كمان بالظبط يعني ابويا صارف العضويه مستحيل يعني. وكانت جايه لي فرصه الحمد لله، انا كنت دخلت جامعه امريكيه في مصر، فاللي هو من وجهه نظر انا كسؤال انا عايزه ايه تاني؟ انا دخلت جامعه امريكيه، انا في الاهلي، انا في منتخب مصر. بس انا كنت تعبت يعني، كنت واصله لمرحله كده في حياتي ان انا بعمل كل حاجه ومش شايفه ده، مش شايفاه في الملعب، مش شايفه النتيجه، مش شايفه نتيجته. كنت بتظلم كتير قوي بغض النظر. فانا قررت في فتره كده من الفترات ان انا مش هتظلم تاني في مصر، انا اللي هسافر بره. هتظلم بره، انا عنديش مشاكل ان انا اتظلم بره، بس انا مش هتظلم تاني في مصر خلاص. فبالصدفه البحته بعد بطوله 2020 تصفيات اولمبياد مع كابتن ماركو، لقيت ناس بعتالي ايميل، انا كنت حاطه الايميل بتاعي، كان لازم وانت بتسافر كده بتعمل حاجه كده تبع الاتحاد الافريقي، فبتدخل عليها كل حاجه، كل بياناتك بالايميل بمش عارفه ايه. وكنت قبلها على طول طالعه بطوله عالم مع منتخب مصر، فبرضو كل الانفو بتاعتي موجوده على الاتحاد بتاع العالمي ده، بتاع بطوله العالم بالظبط. فدي ريتشد اوت تو مي ان هو كذا جامعه اللي هو تيجي فول سكولرشيب مش عارف ايه. فطبعا عمري ما فكرت في حاجه كده. لما خدت القرار ده انا حرفيا دخلت شفت بالظبط ايه الرانكينج بتاع الجامعات، ده احسن، ده مش عارف ايه، ده ايه، ودخلت مضيت في نفس اليوم يعني لما انا كنت خدت القرار ده يعني. رجعت من بطوله 2020 دي. والمنتخب بقى الجامعه اللي انت روحتيها دي كان الرانكينج بتاعها كام؟ كانت 50 قبل ما تروحي، كانت 50. هو اصلا في امريكا في كام ديفيجن عشان بيبقوا ديفيجنز مختلفه؟ بص في 3 اتحادات في امريكا، احسن اتحاد فيهم NCAA. احسن حاجه في NCAA ديفيجن 1، هي ديفيجن 1 و2 و3. في كل الاتحادات التانية ما فيهاش ديفيجنز اصلا. هو NCAA بس هو اللي فيه ديفيجن، والديفيجن 1 و2 و3 اي حاجه ديفيجن 1 كويسه. احنا كان حد عندنا في مصر راح ديفيجن 1. اي النادي نور ياسين طلعت من اتحاد، راحت برضو NCAA دوت ديفيجن 1. ايات ياسين طلعت، سلمى الطويله طلعت، فطلعوا بس مفيش بصير. دول كانوا قبلك ولا بعدك؟ انا واي نادي سافرنا في نفس الوقت. سلمى جت بعدينا، ايات جت بعد سلمى،
بتهيألي نور ياسين طلعت قبلنا. نور ياسين طلعت قبلنا. بس هي نور ياسين اول ما طلعت على حاجه اقل من ال NCAA ده، وبعد كده اعتقد وبعدين راحت NCAA ديفيجن 1. بس انت اصلا فكره السفر نفسها ندى ونوره طبعا برضو ندى ونوره دول كانوا اول يعني كانوا اول ناس. اعتقد اول واحده كانت سلمى شحتوت وبعدين ندى ونوره راحوا نفس الجامعه اندن بقى المسيره بتاعتنا ابتدت. السفر فكره السفر في البيت في البيت كانت الدنيا سهله يعني. مثلا انا واحد مثلا عندي في البيت انا امي ضد جد. انا عندي اخت هي ضد اختي مش هتسافر ضد مهما كان هيحصل انت قاعده هنا معانا في مصر مش هتسافر. انا سافرت مثلا حمزه ممكن يسافر بس البنت لا. انت واجهتي بقى المشكله دي طبعا كانت الفكره مرفوضه اصلا يعني. هقول لك الفكره كانت مقبوله لو ماما هتسافر معايا. لو ماما مش هتسافر معايا انت قاعده جنبنا يعني قاعده جنبنا بالظبط. بس انا هقول لك على حاجه انا سافرت من غير ماما لان انا اولا انا ساعتها جات لي ساعه الكوفيد فانا وماما قدمنا على فيزا امريكا نفس الابلكيشن. انا اتقبلت وهي اترفضت فكان القرار بالظبط يا انا اسافر يا انتوا الاثنين يا احنا الاثنين قاعدين في مصر. فانا قلت لهم انا مش هقعد يعني مش قادره. خد منك مجهود بقى يعني. لا صراحه ما هي ماما بساعتها لا بس هم اكيد برضو شايفين ان حالتك النفسيه واللي بيحصل وكده فمقدرين يعني. بص ساعتها هم اصلا كانوا فاكرين انا بهزر. انا قعدت حوالي 4 أو 5 شهور كده بعمل في اوراق امريكا ديت وبعمل فيزا وبعمل بحاول الترانسفير من حاجتي اوراقي في مصر لهناك وبابا بيمضي بس عشان كنت ساعتها لسه صغيره. بابا كل ده فاكر ان اي كلام ههودك مفيش مشاكل. لحد ما جات لي سكولرشيب وبقول له امضي فما لي امضي ايه مفيش سفر انا بس انا بهودك بس كده بس مفيش سفر يعني. بس قلت له لا انا مش هقعد. وبعدين ماما قامت بصاله كده فاكره الموقف ده قوي مؤثر فيا جدا لحد دلوقتي. قالت له احنا يعني مش هنقف في طريقها خلاص هي قررت ان هي هتسافر ورب هنا رب هناك هي عارفه هي بتعمل ايه متربيه كويس وهو احنا هنبقى معاها في كل الاحوال هنروح لها. احنا لو ما رحناش السنه دي هنروح لها السنه الجايه. ماما ما جاتليش ولا مره. قعدت هناك 4 سنين خلاص الدنيا مشيت الدولار غلي والدنيا بقت صعبه تمام يعني. انا عايزه اقول لك انا كنت مسافره امريكا والدولار ب 15 جنيه ورجعتي بكام 47. طب حلو بس ما استفدتش اي حاجه. ما استفدتش والله كان نفسي احوش شويه دولارات بس ما عرفتش. طب احكي لنا بقى انك القعده لوحدك. انت اصلا كنت في بيتك اصلا عامه هنا في مصر انت بتعتمدي على نفسك لوحدك ولا ماما بتساعدك في حاجات يعني القعده لوحدك انت مسؤوله عن كل حاجه دلوقتي في حياتك اكلك شربك نومك لبسك غسيلك طبيخك دراستك مذاكرتك توفيق ما بين المذاكره والمواعيد التمرين كل الكلام ده بقى انت اصلا متعوده عليه من هنا ولا ده كانت حاجه جديده ان انت متحمله مسؤوليه نفسك 100% لوحدك خالص في بلد اصلا مختلفه كلتشر مختلفه تماما حاجات طبعا في حاجات جميله جدا بس في حاجات في نفس الوقت بشعه بنسمع عنها يعني ازاي بقى اتعاملتي مع ده ووفقتي ما بين كل حاجه دي؟ هقول لك انا كنت بنوته في بيتنا دلوعه انا صغيره فماما انا فاكر ان احنا صغيرين بابا وماما واخوكي واختك كله بيجي يحضر التمرين لا سهيله بس بتتمرن كله موجود فده طبيعي اكيد ما كانش موجود يعني ده نقله رهيبه يعني نقله رهيبه موت. انا بص لك على حاجه برضو انا ممكن اكون كنت دلوعه في البيت ان هو ماما بتعمل لي اكل ماما بتغسل مواعين ماما بتعمل لي لبسي ماما بتوديني التمرين بس انا كنت مسؤوله في حاجات تانية مذاكرتي تمريني ذات نفسه ما بتدلعش على طول شغله نفسي بحاجات مفيده ومهمه في اليوم لوحدي مش مضطره ان حد يجي يقول لي انت مضطره ان انت تعملي كذا لا انا كنت لوحدي عارفه انا المفروض عليا ايه ومش عليا ايه. فيمكن دي كانت الحاجه اللي مخليه ماما كانت او عيلتي بيعملوا معايا اصلا كل ده. انا خرجت من ثانويه عامه جايبه 96.5 وجات لي هندسه عين شمس ومع ذلك انا قلت لهم انا عايز اخش مثلا جامعه امريكيه فكان بالنسبه لهم يا بنتي ويا مش عارفه قلت لهم بصوا انتوا كان عندكم مجموعه انا بالنسبه لي جبت مجموعه انتوا انا خلاص انا عارفه طريق فهم كانوا شايفين خلاص احنا ماشيين وراها هي عارفه هي بتعمل ايه. ف لما جالي يعني كده انا قلت لما جات لي بره ماما اول حاجه قالتها لي هتاكلي ازاي هتشربي ازاي هتبقي لوحدك مفيش حد يبقى معاكي هتروحي التمرين تعملي ايه. فانا كنت بالنسبه لي اللي هو يعني هم الناس اللي بره دول عملوا ايه كنت متحمسه جدا يعني ما كانش عندي حته الخوف اصلا من ان انا هعمل ايه. however ان انا كنت رايحه شيكاغو دي بلد عصابات دي معروفه جدا في العالم يعني. ف
فسافرت، ماما كانت معايا على طول على الفيس تايم. بس انا يعني تعبت بس من ان انا كنت بعمل المجهود، انما هل انا كنت خايفه او هل انا كنت انا هعمل ايه او هحتاس او هعيط او هعمل، لا ما حصليش صراحه الموضوع ده. كانت شخصيتي قويه يعني. مش هنا يعني اتعلمت بقى ان انت بقى بكل حاجه بقى بتطبخي لوحدك وتغسلي وكل حاجه. قعدتي واحده واحده وشويه شويه بقى، بعد طبعا فتره لقيت نفسك اكتسبتي مهارات بقى جديده جدا. اولا انا كان عندي ميزه ان انا لبس الجامعه هم كانوا بيغسلوه we just put it in the laundry وهم بيجيبوه لنا مكوي وكل حاجه جاهزه. فانا ما كنتش شايله هم ان انا بكره لازم اغسل التيشيرت ده عشان التمرين مش عارفه ايه، لا ما كل الكلام ده كان متشال من عليا. اكل بس ونظافه المكان ونظافه البيت اللي انا قاعده فيه ومذاكرتي وان انا اروح التمارين وماتشاتي وحاجتي في تماريني في مواعيدها. الدراسه هناك بقى في امريكا اصلا مع اللعب صعبه يعني انت في مصر الاسهل انك توفق في مصر بين الدراسه واللعب ولا بره في امريكا؟ الاختلاف ايه الاختلاف؟ بيحتاجوا جريدز عاليه عشان تفضلي تلعبي وكده طبعا. اولا انت ليك مش عارفه ما ينفعش تقل عن 2.5 حاجه زي كده جي بي اي which is fine اعتقد ان انت بالنسبه يعني لاي طالب عادي. بس بالنسبه ان انت اثليت دي كانت صعبه شويه. الحمد لله يعني انا الجي بي اي بتاعي كان عالي، بس بغض النظر يعني ان كان في ناس معانا بتستراجل الموضوع ده، بالذات الانترناشنالز كانوا بيستراجلوا قوي. الناس اللي هي لغتها الاولى سبانيش وكده كانوا الموضوع بالنسبه لهم صعب. انا ممكن اكون في الاول كنت بصدع شويه لان كل اللي حواليا كان بيتكلم انجلش، انا كان المفروض اتكلم انجلش، كان المفروض افهم كل حاجه في نفس الوقت، افهم ماتيريال جامعه، افهم كوتشز سيستم جديد، افهم صحابي واحفظ اساميهم واحفظ سيستم الجامعه الجديد واحفظ اسم الشوارع واحفظ طبيعه البلد واحفظ انت نازل تجيب ايه. فكان كل حاجه بالنسبه لي انجلش دي كانت اول سمستر ده كنت كل يوم مصدعه من كميه المعلومات اللي كانت بتدخل. بس بعد كده خلاص اتعودت يعني، كان عادي بالنسبه لي بقى، كل حاجه بقت عادي، حتى نستقبل معلومات جديده او كده كانت كل حاجه عادي. بس مش فاكره كنت بقول ايه في الاول اصلا. لا عادي. يعني انت عرفتي توفقي كويس قوي بين الفولي بقى هناك كان مختلف كتير قوي عن الفولي في مصر. 180 اكيد طبعا 180 بصراحه. يعتبر هنا اكن ما فيش اصلا. لا في، بص في مصر بيعرفوا يعني، او انا ممكن اقول عشان انا طلعت مع كابتن حمدي، انا اتمرنت كويس قوي في مصر قوي يعني، كنت رايحه لهم مهارتي كويسه قوي. بس هم هناك تقدر عارف لما يقولك صنفرناها، هم صنفروني في كل حاجه، صوابع كانت التكنيك، فهموني الجيم اكتر. انا كنت بقعد اذاكر حاجات ليها علاقه بكل حاجه يعني. انا كان مطلوب مني ان انا افهم اللفات بتاعه اربعات واثنينات وثلاثات عشان انا اللي بوقفهم في الملعب، عشان ما حدش يبقى رونج بوزيشن. لو بقيت رونج بوزيشن عليا انا على الباسير. فده كان اصلا انا كنتش فاهمه انا مالي اللفات الثانيه كل واحد يشيل نفسه. انا كان بالنسبه لي كان لازم افهم الحاجات دي، كان لازم افهم انا ادخل دي منين، كان لازم افهم ان لو البنت دي استقبالها من هنا وحش انا اللي بخليها تروح حته تانية ودي تطلع قدامها. كنت انت مسؤول عن كل حاجه؟ كنت انا الكابتن جوه الملعب. الكابتن بيقعد حاطط رجل على رجل ملوش دعوه بحاجه، لان احنا مذاكرين بقى كل الكلام ده طول الاسبوع او طول السنه. قبل التمرين بساعه انت كنت بتروح كل يوم لوحدك، بتسخن لوحدك وتبتدي شغل بسرات لوحدك مع اسيستنت كوتش كلهم بالظبط كده. كل الاجانب في المنتخب كان في التمرين متصور كل يوم، بيبقى عندك محاضره مع الكابتن في اي وقت تقدر تاخد حاجتك وتبص على نفسك كل يوم كل يوم اصلا بتروح له يعني. انت النهارده تمرين تصور خلصت، بتروح له تتفرج معاه على التمرين، تاخد نوتس، تيجي له تاني يوم تقول له انت هتشتغل على ايه، وهكذا كل يوم. فانت حتى لو عندك مذاكره تبقى انت مجمع مع نفسك بالظبط، مجمع مع نفسك ان انت المذاكره التانية ما ينفعش تاخرها عليك عشان انت عندك ميتنج مع الكابتن كل يوم. ف يعني كان موضوع صعب بصراحه. وقعدت هناك 4 سنين ورجعتي هنا، وكان من كام يوم كده كتبتي بوست ان انت غالبا مش هتكملي مع الاهلي. ليه وايه اللي حصل؟ ولو عرفتي انت هتروحي فين وحصريات انا مش هكمل مع الاهلي مش عشان حاجه، عشان انا ما جاليش عرض السيزون ده يعني. هو ما حدش الموسم خلص وما حدش كلمك اصلا وانت عادي خلصان؟ ما حدش كلمني فور ذا نيكست سيزون يعني، اللي هو لسه هيبتدي في شهر 8 2024. هم بدأوا له تمرين دلوقتي بالظبط. ما حدش كلمني خالص. لا ما حدش كلمني ولا من الاداره ولا من المدير الفني لا ما حدش كلمني فور ذا نيكست سيزون. وانا كده هسافر، فخلاص يعني كان بالنسبه لي ان انا مش هضيع برضه فرصه عليا بره.
وكانت يعني كانت في شويه حوارات ان انا مضيت في الزمالك وحاجات كده يعني نزلت على السوشيال ميديا، وانا نزلت بوست ان انا ما فيش الكلام دوت، انا ما مضيتش. هم ما كلموكيش اصلا ولا كلموك الزمالك؟ لا كلموني، بس انا يعني هما ناس محترمه قوي يعني، جم اتكلموا وانا كان عرض وطلب، وانا قلت لهم ان انا يعني عايزه العب للنادي الاهلي وفي مصر وخلصت، ويعني كان بالنسبه لي اوريدي ما كانش جه العرض بتاع النادي الاهلي، كان جالي اوريدي عرض كذا عرض من بره. فانا يعني انت كنت قافله الباب خالص، ولا الموضوع كان بالنسبه لك انت كنت قافله باب انك مش هتروحي خالص، ولا ما ارتحتيش وانت بتتكلمي معاهم؟ انا دايما الاوبشن بتاعي رقم 1 ان انا اختار النادي الاهلي لما ارجع مصر. هتسافري امريكا؟ هسافر امريكا، اجلت فكره اوروبا شويه، وهسافر امريكا اعمل ماسترز لمده سنه and then بقى ان شاء الله اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. جامد. نلعب بقى اخر لعبه. طبعا نلعب. تقول لنا كده مين اجمد 6 شفتيهم من ساعه ما بداتي تلعبي فولي في مصر، من ساعه ما طلعتي، لو حد انت ما شفتيهوش او كده، مش لازم من زمان قوي، 6 اللي انت شفتيهم. نبدا ب 2 مركز 4. 2 مركز 4. نهله. ماشي. نهله وتهاني توصل. ماشي. نينات الشامي. بصيره. خلي بصيره. ليبرو كان في ناس جامده قوي. ليبرو او هقول دلوقتي اللي انا لعبت معاهم ندى وليد كويسه قوي، حاجه مع انها لسه صغيره، بس لسه صغيره ليفل تاني ما شاء الله. بس انا اقدر اقول ان انا يعني لعبت معاها، شفتها بصراحه. في ناس تانية ما حصلش الشرف يعني ان انا العب معاهم. اتنينات الشامي. قلناها دي، عايزين 2 سناتر بقى. 2 سناتر. مريم متولي فريده بصراحه بالنسبه لي الاثنين. مريم متولي لما كانت سنتر وفريده العسقلاني كنت برتاح حتى كمان في اللعبه معاهم قوي. الاهلي خسرهم جامد قوي لما الاثنين مشوا مره واحده. من وجهه بص، هو الاهلي ما بيقفش على حد. لا بس انا بتكلم كفولي يعني كلعب. كفولي كلعب هما 2 لعيبه من وجهه نظري. اصل انت خلي بالك مركز 3 ده كان فيه مريم متولي، وكان فيه فريده عسقلاني، وكان فيه نور ياسين برضو كانت طالعه بقوه جدا. فهي لما مشيت بقوا الاثنين دول موجودين، جم تاني سنه هما الاثنين مشيوا لغايه يعني حس لغايه دلوقتي ان المكان لسه فضي مره واحده ورا بعض جامد قوي يعني. بصيره بقى انت اما توهي عن موضوع البصيره ده شهادتي فيها مجروحه، لان انا طلعت I grew up ما شفتش ناس كتير بصرات. انا طلعت كنت صغيره قوي في السن، ما شفتش ناس من الناس اللي يتقال عليها بقى كانوا. انا سمعت ان ميرال كانت تحفه، ميرال رؤوف. سمعت ان كابتن يسرا عبد الكريم، كابتن منى عبد الكريم. سمعت كان نفسي اتفرج طبعا بس ما لحقتش للاسف. سمعت برضو ان تقريبا حاجه طلعت كانت كويسه قوي. حاجه ثروت مش فاكره برضو. خلاص احنا كده دخلنا في القديم قوي. دخلنا بس انا قصدي يعني كل الناس دي بصراحه خلاص من اللي شفتهم ما تتوهيش، قولي على طول. انا عادي عادي شايفه نفسك تجمد حد عادي. الثقه حلو. الثقه انت تحط نفسك. انا احط نفسي فين؟ اجمد واحد احسن 6 ولا حتى في احسن 15. لا معروفه بس الاجابه الكليشيه فاهم. ماجد مصطفى، عبد الله عبد السلام، اشرف الحسن، حسام يوسف، فاهم معروف. كان نفسي الموضوع ده يبقى في الولاد عن البنات عامه. لا احنا في مركز ده مليان. المشاكل في الولاد في مراكز تانية خالص. احنا مشاكل في البنات مركزين بس في مصر، بصيره وليبرو بس، مفيش حاجه تانية. طب نسيبك بقى تتكلمي للكاميرا كده دقيقتين، شوفي عايزه توجهي ايه رساله لاي حد، اي رسائل لاي حد. احنا مش موجودين، انت والكاميرا. رسائل مامتك معانا لو عايزه توجهي لنا رساله. ممكن برضو. حاسه ان انت حطيت عليا لود قوي. لا عادي، خدي وقت يعني. عادي يعني. انا حابه اشكر عيلتي عموما، لان هم وقفوا جنبي من A to Z في كل حاجه، نفسيا
وفاينانشلي وكل حاجه. الناس دي صرفت عليا لحد ما بقيت سهيله، لحد ما بقيت بقبض. حته ان انت تبقى كويس دي ما كانتش هتيجي من غير ما يكون في بني ادمه ضحت بحياتها عشان، او عيله عموما ضحت بحياتها عشان واحد بس من العيله يطلع تشامبيون. فانا حقيقه حابه اشكرهم قدام الكاميرا. حابه اشكر جماهير النادي الاهلي لان هم وقفوا معايا جدا جدا في ظل اصابتي، في ظل ان انا ممكن اكون كنت في فتره، يعني كانت فتره صعبه قوي الفتره اللي فاتت دي، السيزون اللي فات كله، بس هم وقفوا جنبي بصراحه قبل وبعد اصابه. حابه اشكر مجلس اداره النادي الاهلي ونشاط رياضي لان هم عملوا معايا كل خير، وحابه اقول ان النادي الاهلي ده بيتي التاني. ما اقدرش اقول ان انا يعني اي حاجه. الناس دي وقفوا جامد قوي معايا يعني من ساعه ما انا كنت طفله. حابه اشكر نفسي على الفتره اللي فاتت دي، علشان الواحد مر بحاجات صعبه قوي نفسيه، يعني من كل بقى النواحي. ممكن نقول ان هي personally، ممكن نقول ان هي في اللعبة، ممكن نقول ان هي يعني عائلية، ممكن نقول اصابات، حاجات كانت خارج يعني ماي كنترول تماما. فحابة اشكر، يعني حابة اشكر نفسي ان انا I survived من كل ده بصراحة يعني، وهبدأ بداية جديدة ان شاء الله. معلش بقى حاجة من يعني رسالة بقى للبنات الصغيرين اللي طالعين شايفين سهيلة وفي رول موديل بالنسبة لهم، عايزين يمشوا بنفس الحاجات بالحاجات اللي انت تعرضت لها اللي انت كنت بتتكلمي عنها، يتعاملوا معاها ازاي وبتشجعهم ان هو على السفر ويعني ياخدوا نفس التجربة وكده بالتشالنجز دي ولا؟ انا ممكن اقول ان هما حاجتين. طبعا لو جاتلك فرصة سفر برا مصر ما تفكريش مرتين، يعني take it it's a chance، ومش هتيجي يعني لو جات مرة مش هتيجي تاني. تاني حاجة don't give up. طالما بتعملي يعني مش اللي هو don't give up وانا اصلا بعملش اللي عليا، اصل هو ظالمني، اصل هو مش عارف ايه، لا، انت اشتغلي مع نفسك وما تبصيش لحد، انت قارني نفسك بنفسك. يعني انا النهارده كنت هنا، بكره انا عايزه ابقى هنا، انا ماليش دعوه باللي جنبي، اللي جنبي ده حافز، بس انا يعني مش هو اللي مؤثر عليا. طالما وصلت له يبقى انا خلاص انا تمام، لا، انا على طول شغاله على نفسي مهما كنت وصلت لايه، انا على طول شغاله، انا على طول شايفه نفسي ان انا لسه في احسن. حطي رول موديل بالنسبه لك يكون حاجه توب قوي ومشيلها ستيب باي ستيب. مين الرول موديل بتاعك بره مصر؟ بصيره في امريكا، شيز ان ذا اولمبيك دلوقتي هتشارك معاهم، بصيره امريكا الاساسيه. هي كان عندها صليبي ولسه راجعه، ويمكن من وجهه نظري رجعت احسن من الاول. وكابتنها اول لما رجعت اعتمد عليها، هاويفر ان مش هي اللي كانت بتلعب بالفي ان ال، مش هي اللي كانت بتلعب، واثق فيها جدا. هي خدت احسن بصيره في الاولمبيك المره اللي فاتت، وهي كانت بتلعب في جامعه إلينوي جنب شيكاغو، نفس المدرسه. كنت شايفه ان انت حاسه انت قريبه بص انا هقول لك على حاجه، انا دايما واثقه قوي في نفسي في حته ان انا مهاريا اقدر اوصل لاي حاجه، عشان حته الفتنس، يعني ان انا بشتغل على نفسي قوي. ممكن ان انا لسه ما وصلتش قوي لحاجات في مخي. الناس دي بتنط بصدرها على الشبكه عشان طولهم، مش محتاجين ان هم ينطوا اصلا، الناس دي اطوالها فوق قوي. انما كمهاره من وجهه نظر انا ان انا مش بعيده، لو اتحطيت مع نفس فرقه او كده انا مش بعيده. انا ممكن اكون لسه محتاجه اوصل لنفس ليفل الفتنس اللي هم فيه. بس اللي جابك كليشيه دي، مين مثلك الاعلى في البصره في مصر؟ عبد الله عبد السلام. معروف. بس كده خلاص انت كده خدت كده معروف. طب واحساسك ايه بقى ان انت اول امراه تخش كيو تايم بودكاست؟ ايه رايك؟ صحيح بصراحه تحفه الموضوع. انا كنت جايه يعني حاسه ان هو يبقى كويس ولا ده وحش ولا اقل؟ كنت متوقع اكتر اقل؟ لا كنت متوقع اقل بصراحه. بس الدنيا زي الصافي بيسمع من شغل حلو بصراحه. لا بصراحه يعني هي حركه لذيذه قوي منكم اصلا انتوا تكريت حاجه زي كده، يعني الفيلد ده مش موجود في مصر، فانتوا عملتوا حاجه سبيشالي في الرياضه مش موجوده، فشاوت اوت. الف شكر. الحمد لله. شكرا انك جيتي وانت قاعد شويه. انا لسه يلا قفل لي بقى.